السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. في اليومين اللي فاتوا ظهر قناة على اليوتيوب اسمها أغاني قرآنية، واللي يدخل علشان يشوف يفتكر في الأول كده إن يعني يمكن يقصدهم أناشيد دينية. تدخل تلاقي لا، دي صور قرآنية، آيات كاملة من المصحف بتتغنى على الراب وبنات بترقص عليها وإيحاءات وصورة واحد لابس زي الشيطان وبيغني القرآن وبنات بترقص. فلما القناة اتعرفت كان عليها رقم يعني في خلال أسبوعين 3 اتحط عليها تقريبا لا يقل عن حاجة و20 فيديو ومشاهدات عالية. بدأت الناس اللي بتغير على دينها، أنا واحدة من الناس ما كنتش أعرف، دخلت الناس عملت بلاغات كتير جدا. قامت القناة اتقفلت. يتضح ان مش قناة بس هي اللي معمولة، ده معمول على اليوتيوب وعلى انستجرام وعلى اليوتيوب، على التليجرام وعلى الفيسبوك والتيك توك. كل المنصات معمول عليها في وقت واحد صفحات ملهاش عدد ولا زالت موجودة. الناس لما عملت بلاغات على اليوتيوب القناة اتقفلت، راحت معمولة قناة واثنين وثلاثة. ولو دخلت دلوقتي تعمل سيرش هتلاقي الموضوع ده زاد عن حده بقى، يعني هو تحدي، لان هي واضح ان هي حملة ممنهجة من فئات ضالة معينة، استغفر الله العظيم يا رب، واضح عليهم الكفر والإلحاد، ان هم داخلين علشان يشوهوا الدين الإسلامي. يعني الحملة كلها في الدين الإسلامي. ما تعرفش ليش معنى الدين الإسلامي، لا عمرنا مرة سمعنا في حملة على الديانة المسيحية ولا الديانة اليهودية، ما سمعناش، إلا الديانة الإسلامية اللي دايما تلاقي عليها الناس بأي شكل من الأشكال عايزين يشوهوا الدين الإسلامي. تدخل بقى على الصفحات بتاعتهم، هم اللي بيعملوها، هم على الفيسبوك نفس الفيديوهات اللي عاملينها، وعلى طرق يعني أبشع. وعلى الفيسبوك تلاقيهم استغفر الله العظيم ده واخدين من الآيات القرآنية بعض كلمات وتحريف، مش تحريف بقى كلمة يعني تمر، لا دي ألفاظ يعني ما ينفعش أذكرها أساسا، وما ينفعش أعرض لكم فيديو من الفيديوهات. يعني اللي عايز يعرف يدخل بقى يعمل سيرش كده ويعرف إيه الأغاني القرآنية. هتلاقي يعني الألفاظ اللي هما بيقولوها تشويه يعني مباشر في الألفاظ اللي بتتقال، ده تشويه علني كده على الدين الإسلامي. تعمل بلاغ على الصفحة دي، تعمل لك الصفحة دي لما بقت كمية صفحات ما تعرفش الناس دي كلها جايين منين. منهم صفحات لو دخلت دورت على مين اللي نشرها، دول عربية، منشورة من دول عربية، مش هذكر، يعني اللي عايز يدخل يعرف بيانات الصفحات اللي بتنشر هيعرف مين اللي نشر من ضمن الصفحات، يعني مش هم، يعني من ضمن الصفحات. انت بقى حضرتك انت بما انك بتغير على الدين بتاعك، انت ما تدخلش بقى عشان تشتمه. انت لو دخلت عشان تتحاسبن عليه او تشتمه او تعمل له اغضبني، او انت كده رفعت له الفيديو، عليت له الريتش بتاعه. طب انت تعمل ايه علشان الصفحات دي تتقفل؟ اولا حضرتك ما تعملش اي حاجه ولا كأنك شفته، غير حاجه واحده، هتعمل بلاغ على الفيديو نفسه، وهتعمل بلاغ على الصفحه نفسها. الصفحه من فوق بيبقى فيها 3 نقط، حضرتك تضغط عليها هيجيلك اوبشن كده، هتدوس على كراهيه، محتوى يحض على الكراهيه، هيفضل ينقلك من حاجه لحاجه، وبقى الاخر هتدوس عليها في الاخر نشر ارسال. كده حضرتك انت عملت بلاغ على الفيديو اللي انت بتشوفه، وعملت بلاغ على الصفحه. وكتر البلاغات اللي على الصفحات بتتقفل، كل ما انت بتشوف صفحه واثنين وثلاثه بتعمل بلاغات، الصفحات دي في الاخر الفيس بيقفلها، بياخدك لسكك تانية بقى خالص علشان ياخدك تعمل ريتش للصفحه. ما هو عايزك باي شكل تعمل ريتش للصفحه، ولو انت عليت الريتش بتاع الصفحه الفيس مش هيلتفت للبلاغات، لان في تفاعلات عليها. يدخل يقول لك ايه مثلا، رحله الاسراء والمعراج اللي النبي استغفر الله العظيم يعني عليه الصلاه والسلام، بيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام رحله الاسراء والمعراج ده كلها كذب، وايه اللي مستني لما الدنيا تليل والناس تنام يقوم يقول لك رحله الاسراء والمعراج. طب ما انت لو انت كنت عايز تعملها بجد، استغفر الله العظيم، وكانه ده مش امر رباني او ده حصلت بامر الهي، لا انت لو كنت عايز تعملها
كنت عملتها بالنهار، على الاقل كنت خليت الاف الناس شافوها. يعني كانك بالظبط، استغفر الله العظيم، رحله الاسراء والمعراج دي الناس هتشوفها، والنبي عليه الصلاه والسلام طالع بالدبه في السبع سماوات، قال يعني الناس هتتفرج. فانت لو كنت عايز تعمل ده في النهار وفي العلن كنت عملت، يمكن كان الاف الناس كانت امنت بيك. انت متخيل بياخدك فين؟ بياخدك في حته انك انت تدخل على البوست عشان ترد وتقول له لا ده رحله الاسراء والمعراج فيها كذا، او تتحاسبن عليه، او تشتمه، او تعمل له اغضبني، او المهم ان انت تعمل له ريفرش للصفحه باي شكل. طالما حضرتك انت عرفت المعلومه، فرجاء اي حد يعرف اي حاجه عن الموضوع يدخل يا جماعه يعمل لهم بلاغات على الصفحات علشان ننتهي من القرف ده. ايه احنا فجاه يعني لقينا اسلام بحيري، فاطمه نعود، معرفش يوسف زيدان، الناس دي كلها كانت عايزه تعمل لنا هي كمان حاله. بعد كده بداوا يروجوا للمساكنه، بدات تظهر لنا مشايخ ما نعرفهاش. فهي حمله ممنهجه. يعني هو الموضوع كله الضرب في الدين، الضرب في الدين الاسلامي. الموضوع وسع وكبر لاقصى درجه تتخيلها. فبما انك انت يعني بني ادم مسلم غيور على دينك، ما ينفعش انت تتفرج كده وتقول غيري هيتحرك او غيري هيقفل. لا، ده الموضوع وسع وفي رقص. هم جايبين موسيقى بجد، يعني راب وموسيقى وبنات بترقص وبنات وبالعود وبالكمان. وفي ناس كمان في تونس واحد جايب الفرقه بتاعته وقاعد، هو مش بينشد، ده هو قاعد بيغني القرآن الكريم. الفرقة شغالة وعمال بيقرأ آيات القرآن الكريم بيتغنى بيها. طبعا أنا عن نفسي أنا دخلت عملت بلاغات كتير على قنوات كتير، هي مش قناة بقى، ده انتشرت. أي حد رجاء يدخل على القنوات دي، أي قناة ادخل اعمل بحث، جيب القنوات عشان تعمل عليها بلاغات، هات الصفحات. لان انت اول مجرد ما هتكتب هيجي لك بقى ريلزات واغاني وفيديوهات وليله كبيره ونازلين ترويج ليها، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. اتمنى ان كل واحد سمع الفيديو بتاعي يشيره لو تقدروا يعني، او تدخلوا تعملوا بلاغات للفيديوهات، لان الموضوع واضح ان هو داخل في سكه اعمق من كده. انا بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.